أيا كان السبب للخوف. تخافي من مس، انت تسمعي اخبار عن عالم الجن وانهم يعني يؤذوا، وانه في ناس كثيرين انسحروا وناس كثيرين عندهم انواع من امراض الحسد والمس. وطبعا المس هو كلمة عامة لأي أذى من سببه سحر أو عين أو أيا كان. إذا هو يعني كلمة عامة كبيرة. فالخوف سببه الجهل بإنك أنت نسيتي إن الله سبحانه وتعالى قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيا كان سبب المس، سحر أو عين أو حسد، الله سبحانه وتعالى أعطانا الحلول وأعطانا يعني الحجم الحقيقي لهذا الأذى. إنه الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. يعني إيش يتولونه؟ يعني كيف الإنسان يصير ولي للشيطان؟ يعني اللي هو يمشي على خطوات الشيطان، اللي يصدق الأفكار اللي في عقله عن الشيطان. فالإنسان لما يكون عنده نسبة الخوف أعلى من نسبة الإيمان، لأنه الإيمان مشتق من الأمان والطمأنينة وراحة البال، اللي هي سببها ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإيمان الحقيقي إني أنا أستشعر إني أنا في أمان في علاقتي بالله، فأصلح علاقتي بالله، أداوم على الذكر. ما في إنسان يذكر الله كثيرا ويقرأ قرآن ويتحصل أذكار الصباح والمساء يكون عنده خوف. الخوف ينعدم. فنحن إيش بنسوي؟ مشكلتنا إنه إيماننا بالضرر اللي يسببه المس أكبر من إيماننا من حفظ الله. هنا المشكلة، هنا يظهر ضعف الإيمان، ويظهر للإنسان إنه هو يعني عظم وكبر ما أمرنا الله سبحانه وتعالى إنه نحن ما نخاف منه. فلا تخافوهم وخافوني ربنا قال. فالإنسان اللي يخاف من المس هو عنده مشكلة كبيرة في إنه هو في غفلة، مش ذاكر لله. فخلي ذكرك لله كثير، ختمات متتالية للقرآن الكريم حتخفض نسبة الخوف وتعلي نسبة الإيمان. فنحن نحتاج إنه نعلي الإيمان، مش إنه نركز أنا خايفة، أنا عندي مشاكل، أنا خايفة. أنت مركزة على الخوف، لا، أنت ركزي على إنك تعلي نسبة الإيمان عندك، لأنه الإيمان يزيد وينقص. فكل ما زودتي طاعات، زودتي ذكر لله، زودتي صدقات، زودتي كثير من الأعمال اللي الله سبحانه وتعالى يحبها، التقرب إلى الله، فكل ما زودتي النور اللي جوا عقلك وأفكارك ومشاعرك ونظفتي بالاستغفار، كل ما قل نسبة الخوف ويختفي تدريجيا. كل ما انت استمريتي في هذا العمل، انك انت تقدمي ما يريده الله منك، ركزتي على مراد الله منك، حيختفي الخوف.